ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رحاب. هنعمل ميك اب بسيط كده، ينفع لخروجه، ينفع لقراية فاتحة، ممكن كتب كتاب، للناس اللي بتحب الميك اب سيمبل، ما يبقاش طبقات اوفر، يبان شكل الوش طبيعي. اول حاجة ان انا بحضر بشرتي، ان انا برطبها. حطيت فيتامين سي. طبعا قبل اي حاجة انا بشرتي مغسولة ونظيفة وكل حاجة تمام. حطيت فيتامين سي وبعد كده ارطب بمرطب لاروش. هرطب كويس قوي عشان يديني فينش كويس في الاخر. وبرطب تحت عيني كويس. طالما المرطب اللي عندي ما فيهوش ريحة، اقدر احطه تحت عيني. طبعا ويفضل المرطبات اللي بتتحط على الوش ما يكونش فيها ريحة خالص. وارطب شفايفي بنيفيا. وبعد كده هحط البيز بتاع الاي شادو دي. ده فاونديشن بتاع كريولان، ده فول كفر. هحطه فوق عيني عشان ابتدي احط عليه الاي شادو. هدمجه كويس. انا هبدأ بعيني الاول وبعد كده اكمل بقية الوش. باليت ريفولوشن يا جماعة، الباليت دي حلوة جدا والله، محترمة يعني. كانت مش غالية قوي بس بيجمنتيشن بتاعتها حلوة. وفرشة منفوشة تمام. دي فرش كان ست جايباها من جسب. هاخد لون انتقالي هحطه على جفني كله. اي لون بيج، يعني لون بيج فاتح، هحطه على كل الجفن وهدمجه كويس عشان ما يبقاش ملطش معايا. هفضل ادمج كويس قوي قوي قوي. بعد كده انا بفضل بصراحة الالوان الشمري اعملها بايدي، عشان بالفرشة مش دايما بتبقى بيجمنتد قوي، فبايديا بتبقى افضل. نحط على الجفن المتحرك حاجة بس تنور فوق عيني. انا عامله اي شادو مش معقد خالص، يعني اي حد يقدر يعمله، ما فيهوش فزلكه ولا رسمه ولا اي حاجه. ماشي. بعد كده هاخد بفرشه منفوشه برضو بس اصغر شويه، لون بني غامق على اخر العين، يحدد بس كده اخر عينيا. وهدمجه كويس قوي. اهم حاجه الدمج عشان اللون ما يبقاش ملطخ. بعد كده هرجع اخد الفرشة الاولانية اللي هي الكبيرة اللي عملت بيها اللون الانتقالي البيج، وهمشي كده على الجفن عشان الالوان تندمج مع بعض. ده قلم بني من ميبلين. القلم ده حلو جدا بجد، ما بستغناش عنه، وكل ما بيخلص بكرره. انا بصراحة بحب الايلاينر البني اكتر من الاسود. هرسم كده وينج بسيط وهمشي على خط الرموش، مش هطلع قوي، هو بس على يدوبك كده خط الرمش نفسه. والعين التانية نفس الكلام. انا عاملة الفيديو ده بالتفصيل الممل وسايبة كل حاجة عشان الناس اللي مش بتعرف تحط ميك اب وعندها مناسبة ما تضطرش ان هي تحتاس وتطلب حد يعمل لها ميك اب والكلام ده. بعد كده هنضف تحت عيني عشان طبيعي في اي شادو وقع او الكونسيلر اللي انا حطيته فوق. هنضف تحت عيني كويس بوايبس او باي قطنة فيها مسيلار، وهرجع ارطب تاني، لان اهم حاجة يبقى تحت عيني مترطب ووشي كله عموما، بس تحت العين بيخطط جامد من الكونسيلر واللوز باودر، فانا لازم اكون مرطبه كويس قوي قبل ما احط.
علشان الكونسيلر بعد كده يتحط يبقى شكل عينيا مش ناشف، لان الكونسيلر بينشف تحت العين وبيخطط. ده برايمر بيبي سكين من ميبلين. احط على مناخيري وخدودي، الاماكن اللي يمكن فيها مسام او بتعرق شويه. بعد كده فاونديشن ميلاني، ده الكفر بتاعه حلو كده، مش تقيل، مش فول كفر. واللي حابب يدمجه بفرشة ماشي، ببيوتي بلندر ماشي. انا بحب استخدم ايدي كتير وانا بعمل ميك اب، يعني اي شادو بايديا، فاونديشن بايديا، عادي مفرقش معايا. بعد كده هدمجه بالفرشة. ركزوا يا جماعة في شكل الفرشة دي للفاونديشن، يمكن لبرايمر، ممكن تنفع لتنت. هدمج الفاونديشن كويس قوي على وشي كله. وطبعا زي ما قلت ان الفاونديشن ده الكفر بتاعه بسيط، يعني حتى النمش اللي في وشي باين بعد ما اخلص الميك اب، النمش هيفضل باين. اللي حابب يبقى الكفر بتاعه اعلى ممكن يحط طبقة كمان وطبقة كمان لحد ما يوصل للتغطية اللي هو حاببها. اهم حاجة ان انا هدمج كويس، مش هسيب حتة الا لما يكون عليها الفاونديشن ما يكونش ملطخ وشي كله زي بعض كده نفس اللون. دي باليت كريولان فيها كونتور وفيها كوريكتور برتقاني واخضر، حلوة جدا. هحط منها الكونتور. كل حاجة لو لاحظتوا بحط منها بحط بكمية بسيطة. انا ما بحبش اللي هي الحاجة تبقى كتير قوي، هو الموضوع مش مستدعي. وممكن اصلا ما نحطش كونتور كريمي، لو مثلا حد مش هيعرف يدمجه ممكن نستبدله بكونتور باودر مثلا او برونزر. انا بحط نقط بسيطة جدا من كل حاجة، علشان يعني كل ما تقلل بيبقى الشكل احسن. less is more. وبعد كده هعمل كونتور مناخيري. ده كونسيلر لاجيرل، الدرجة دي اللي هي لونها اصفر، بتنور تحت العين جدا، حلوة قوي. الكونسيلر ده بجد من الكونسيلرات اللي هي فعلا مش واخدة حقها، سعره كويس، الكفر بتاعه حلو جدا ودرجاته خطيرة. الكونتور برضو منه حلو قوي، بيتباع تقريبا مش معدي 100 جنيه لو هتجيبوه اونلاين، في اماكن بتبيعه ب95 مثلا ب100. ده تنت بتاع مايت سينما، بحبه جدا، درجته 206. ده انا بستخدمه عموما حتى لو انا نازلة في يوم عادي، الدرجة بتاعته خطيرة، بس هو مشكلته ان هو مش ثابت قوي. بعد كده عشان يسهل عليا الدمج هستخدم الفيكس سبراي بتاع مايت سينما، وهبتدي ادمج اللي انا عملته ده كله. السبونج الاول هدمج الكونسيلر، علشان يعني مش هدمج الكونتور بنفس السبونج، يعني عشان ايه، الموضوع ده متعب قوي. سبونج هتتوسخ والكونتور هيجي تحت عينيا، فكل حاجة ليها حاجة بتاعتها. هدمج الكونسيلر كويس قوي عشان ما يخططش معايا. انا مرضتش اسرع الفيديو عشان اللي حابب يتعلم ويعمل لوك ميك اب بسيط كده يتعلمه بالتفصيل. دمجت الكونسيلر الاول، بعد كده ببيوتي بلندر تانية هدمج الكونتور ومعاه التنت. لو حابين ممكن تدمجوه بفرشة، كل واحد على حسب هو بيحب ايه، يعني مفيش حاجة معينة، مش شرط. معلش بقى، مش عايزاكم تزهقوا من الدمج، احنا عايزين ندمج علشان وشنا ما يبقاش مخطط. مش هبقى انا حاطه حته كونتور كده وسايباها وكونسيلر وسايباه. وهنا هنزود تنت كمان، مش هيخسر يعني، عشان الخدود كده يبقى لونها بامبا. الفرشة دي زي بتاعة الفاونديشن كده، بس هي كانت طويلة، وانا شلت العصاية بتاعتها عشان تبقى صغنونة معايا، باخدها في كل حتة الصراحة.
اللوس باودر من ايرسبون دي قوي، وسبونج دي لتحت العين بتدخل كده في الكورنر بتاع العين، حلوة قوي. لو تلاحظ ان انا اخدت شوية لوس باودر على ايدي وبعد كده ابتديت احط منه على السبونج عشان ما اخدش كمية كبيرة. مش محتاجين من كل حاجة كميات كبيرة يا جماعة، هو بسيط كده الدنيا تبقى تمام والله. بعد كده هحدد عظمة الخد بلوس باودر وهسيبها شوية عشان تبان. وبعد كده اي مكان فيه زيوت مثلا او دهون في الوش هثبته بلوس باودر. جماعة ده جل الحواجب حلوة قوي، بتاع لاجيرل برضو، درجته سوفت براون تمام. انا بس هاملة فراغات، سرحت حواجبي وهاملة فراغات، انا ما بحبش ارسمها اوفر يعني. والدرجة دي فاتحة اللي هي سوفت براون عشان ما تبقاش شكلها اوفر قوي عليا. في منه درجات كتير قوي، الجل ده حلو وسعره كويس، هو ب200 تقريبا، 200 جنيه او اقل، بس هيقعد كتير وفعلا الكواليتي بتاعته حلو. يا دوبك بملى فراغات بس مش برسم يعني الحاجب. الرموش بقى، اي رموش بتحبوها دي ما فيهاش قاعدة يعني، الرموش اللي تعجبكم، بس اهم حاجة اللي هي ما تبقاش شكلها بلاستيك. ده اللزق بتاع لانيل. جينا المرحلة المهمة بقى، المرحلة الصعبة. هحط على الرمش كله من اوله لاخره اللزق، وهركز قوي على الطرفين الاولاني والتاني. قبل كل ده بكون قايسه الرمش على عيني قبل ما احط له اللزق. اصلا الرمش قد عينيا ولا لا؟ لو مش قد عينيا هقص الزيادات من الطرفين. بعد ما حطيت اللزق هستنى عليه شويه، هزود مسكرة بس عشان لو رموشي الاساسيه لونها اتغير هرجعها سودا تاني. احط بقى الرموش بالراحه، وانا اسف للمنظر ده بس معلش. اهم حاجه ان الرموش تركب وتبقى شكلها كويس. هندوس عليها عشان تلزق. لو في لزق من لزق الرموش جه زياده على عينينا مش مشكله، هنشيله مش ازمه يعني. شفتوا يا جماعه سهله ازاي؟ في ناس عندها عقده من موضوع الرموش ده. بعد كده العين التانية هلزقها بايدي، مش محتاجة اي حاجة تانية ولا ملقاط ولا اي حاجة. بمجرد بس ما لزق الرموش يمسك نفسه شوية، انا اول ما احطه على الرمش هيكون سايل، هستنى عليه شوية بس وبعد كده يجمد هحط الرموش على العين. ده قلم ميبلين قلتلكوا عليه، هرسم بس عشان خط الرموش اللي انا حطاها ما يبقاش في فرق كبير، يبقى باين انه عيني كلها واحدة، مش يعني ما يبقاش في فرق بين الرمش وبين اول عيني. هوصل بالكحل ده بين عناية والرموش. بعد كده بلاشر ده من سيفال درجة 05 ودرجة 07، بحب احط الاتنين على بعض وهدمج عشان ما يبقاش باين انه واخده بوكس في وشي. نضحك كده يا جماعه عشان البلاشر يتحط على الخد على طول. بعد كده دي باليت ريفولوشن قلتلكوا عليها. الخط رموش اللي من تحت هحط نفس لون الانتقالي اللي انا حطيته فوق في الاول. ودي برضو فرشة من جيسوب، واي فرشة عندكم صغيرة تقدروا تمشوا بيها على الخط اللي من تحت، بس تكون فرشة صغيرة مش كبيرة. هحدد بس عينيا من تحت. بعد كده ده كحل بيج من ريمال عشان يوسع العين شوية،
هحط في عيني من تحت، بس في النص اللي بره، مش النص اللي جوه، النص اللي بره بس. بيدي وسع للعين وشكل كويس. بعد كده احط الماسكارا دي من اسنس سلاش برنسس، احط على الخط اللي تحت بتاع العين. بس نخلي بالنا عشان ما تطبعش تحت، لو طبعت هتبقى مشكلة كبيرة. مجمع العين بقى ده اي شادو ابيض، كنت جايباه من تقريبا اخر العنقود او محل 2.5، ماشي. بس خطير خطير، البيجمنتيشن بتاعته خطيرة. احطه في كورنر بتاع العين، بيدي وسع لعينيا. بصوا يا جماعة عامل ازاي، بس اهم حاجة ان انا ادمجه كويس، مش هحط النقطة وامشي. في اول عينيا الكورنر ده كله كده وبسيط، وهدمجه اهم حاجة عشان مبقاش ملطش. بعد كده ده هايلايتر مايت سينما، جميل قوي يا جماعة بجد. مش هحط منه كتير، بصوا قد ايه، بصوا نقطة عملت ازاي. وعادي على حسب عايزين تحطوا بقى بايديكم بفرشة كبيرة. انا بحب الفرشة دي ليه قوي. احط في مناخيري كده، وبرضو الحركة دي بتوسع العين اللي هي في مناخيري من فوق. اي ليب لاينر بني، قلم تحديد للشفايف بني، اي قلم عندكم عادي. هحدد بس الشفايف من فوق ومن تحت، مش هحدد في الجناب، وكل واحد على حسب هو بيحب ايه يعني. احلى روج في حياتي ده ميبيلين سوبر ستي درجة 65، الدرجة اللي بتليق على كل البشرية اصلا. جماعة الروج ده بجد خطير، اختراع. وبحطه الصبح وانزل اكل واشرب واعيش وكل حاجة، بجد مش بيتحرك من مكانه، ولونه تحفة ومش بينشف الشفايف، خطير. بس هو غلي قوي الفترة الاخيرة بصراحة. بعد كده احط ده مثبت والفيكس بتاع مايت سينما، ارش رشة كده بسيطة عشان تدمج كل اللي احنا عملناه ده في بعضه. لوك بسيط وسهل والله يا جماعة، سهل بجد. شكرا ان انتوا شفتوا الفيديو، ويا رب تكونوا استفدتوا. وده اللوك الاخير، ولو عجبكم بقى قولولي ايه رأيكم. باي باي.